أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المصروية. جمعتنا عشان نشجع وعشان نقف مع القلعة الخضراء. دايما كل المصروية ورا القلعة الخضراء. يمكن الأسبوع ده بالنسبة لجماهير النادي المصري حاسين إن الدوري ملوش لا طعم ولا لون. ما فيش نادي المصري ما كانش بيلعب طبعا المباراة المؤجلة، لكن الكل منتظر عودة النادي المصري وعودة الفريق ويشوفوا اللعب والفن والهندسة. يمكن طبعا العميد حسام حسن يمكن طبعا عمل طفرة في الفريق. بعض الاخفاقات، هنقول اخفاقات يعني في توفيق، في اوقات بيبقى في توفيق، في اوقات لا، لكن ومع ذلك يمكن من بدايه الدوري احنا بنقول ان المظهر اللي ظهر بيه فريق النادي المصري كان غير متوقع تماما، وده في حد ذاته انجاز. ويمكن طبعا شايفين مع بعض ترتيب النادي المصري ثالث قبل ما يعني المباراه تؤجل، كان طبعا ده انجاز ايضا ومزيد من التقدم ان شاء الله. ده في الجانب الفني. ويمكن طبعا الجهاز الفني في الوقت الحالي مش متوقف، يمكن طبعا مستمر تدريبات. ويمكن طبعا كان في مباراة ودية مع فريق شباب، فاز الفريق الأول بثمانية نظيفة. يمكن طبعا ده دليل على إن في لعب. يمكن كان في وديات كتيرة مع فريق الشباب قبل كده أو مع الناشئين، لكن ما كانتش بتبقى بكم التهديف ده. إن شاء الله مزيد من التهديف في الدوري نفسه بإذن الله. مش الجانب الفني بس، لا كمان الجانب الإنشائي وملف الإنشاءات داخل النادي المصري. البحث عن كيان ملموس على أرض الواقع للنادي المصري، ده ما يبحث عنه مجلس الإدارة الحالي. يمكن طبعا في كتير من المعوقات، لكن بفضل الله وبعون الله، ويمكن طبعا مع وجود مجلس بيسعى للمطالبة بحق النادي المصري وأبناء للنادي المصري دايما بيفجروا قضايا هامة ومهمة للنادي المصري. هيكون لقائنا مع ملك الحصريات هو النهارده مش بصفته كاعلامي، لكن بصفته كابن من ابناء النادي المصري وكعضو من اعضاء الجمعيه العموميه. ما تخفاش عليه حاجه داخل كواليس النادي المصري، اللي هنقول الحاج طارق هاشم الحمد لله على السلامه وعمره مقبوله باذن الله. الله يسلمك يا استاذ عادل. انا طبعا بشكرك، وطبعا انا يعني بفضل الله وحمد ربنا سبحانه وتعالى طبعا يعني كنا لسه جايين من اراضي الطاهره الحمد لله بفضل الله. اكيد يعني دعيت للنادي دعينا لبورسعيد والله، ودعينا للنادي المصري، ودعينا كل اهلنا في بورسعيد، وكل الناس اللي طلبت دعوه ان ربنا يعني يصلح حالهم ويشفي كل مريض ويصلح حال بورسعيد وابناء بورسعيد. نفسي اشوف بورسعيد في مكانه احسن من اللي احنا فيها. انا لما كلمني الاستاذ حسام والاستاذ اسامه وحضرتك عشان نعمل الحلقه، انا رحت بيت والدتي الله يرحمها وبيت والدي الله يرحمه، ودورت على الملفات القديمه وطلعت حاجات يعني بفضل الله. يعني انا يعني معايا حاجات، ويعني لما دورت عليها واتكلمنا مع بعض فقلت له عايزين نعمل حلقه عن، انا بقيت مستغرب يعني فين النهارده، فين المسؤولين اللي هم كانوا بيديروا النادي المصري من 2013 لغايه النهارده. يعني المجلس اللي جه بقياده الاستاذ سمير حلبيه اول وحيد اللي بيبحث عن الانشاءات، على الرغم ان كان في طبعا الاستاذ سمير حلبيه راجل من الناس المحترمه جدا اللي انا بقدرها وبحبها من زمان جدا، وهو كان صديق شخصي ليا انا اصلا بعيد عن المجال. يعني حتى لما كنا برضو يعني هو بره المجال وهو صديق شخصي ليا بفضل الله يعني. فانا استغربت ان لما شفت حتى يعني كان في حلقه كانت بيني وبين الوزير السابق العمرو فاروق، كان الاعلامي احمد جمال، كانت في احدى القنوات الفضائيه بصراحه في قناه النهار يعني بصراحه يعني في 2013. وانا كنت بتكلم ولقيت فجاه دخل الوزير عمرو فاروق مداخله، هو اللي طلب المداخله، والكلام ده موجود وعلى صفحتي على فكره، والكلام ده كله يعني موجود وحي الحمد لله بفضل الله. يعني الراجل اتكلمنا معاه وقلنا له على موضوع الارض الكيلو 14 اللي كان خصصها المجلس المحلي للنادي المصري، وانا معايا جواب التخصيص، وده اهو انفراد ليكوا انتم. ده قرار التخصيص من المجلس المحلي الشعبي لمدينه بورسعيد في 2013. يعني بص 2010 تقريبا كمان القرار قبلها طالع بتقرير لجنه الشباب والرياضه بتاريخ 20/5/2010. يعني التخصيص كان من رئيس الوزراء في 2010. حضرتك اتحط حجر اساس، كان ايامها رئيس النادي كامل ابو علي، كان رئيس الوزراء كان احمد نظيف، والراجل جه بورسعيد، وكان محافظ بورسعيد انذاك كان مصطفى عبد اللطيف، وجا معاه هنا بريده. والناس دي كلها جت وعملت حجر اساس على الارض دي، والارض ديت عمل لها تخصيص رسمي. الثوره والناس نسيت كل حاجه. حضرتك تخصيص رسمي من لجنه الشباب والرياضه من المجلس المحلي الشعبي لمدينه بورسعيد بتخصيص قطعه ارض بمساحه 30 فدان بمحافظه بورسعيد خارج كردون المدينه لاقامه استاد للنادي المصري لكافه الالعاب الرياضيه وفندق عالمي ومركز تجاري بما يتماشى مع اخر التطورات الرياضيه
في العالم. انت عارف يا كابتن مكتوب طارق كده. يعني انت عارف يا كابتن طارق، يمكن طبعا ده في حد ذاته مش حل ازمه النادي المصري فقط، ولكن حل ازمه بورسعيد. خد المفاجاه، الحدود المغلقه لا في خد بورسعيد. المفاجاه اللي جايه. خد المفاجاه لما اتناقشنا مع العمري فاروق اما كان وزير رياضه في اللي هو التوقيت دوت، وكان معاه كابتن ايه نضيف وكان احمد جمال زي ما بقول لحضرتك، وقعدنا نتكلم وكلام يجيب كلام وشد وجذب وشد وجذب وشد وجذب. في النهايه خلص الراجل قال ايه؟ يعني الارض دي متخصصه للنادي المصري، النار متخصصه للنادي المصري عشان خاطر يتعامل عليها استاد عالمي. قال لك خلاص الوزاره هتتكلف ان هي هتبني الكلام ده وهتعمل الكلام ده. جواب التخصيص اخد بال حضرتك؟ وقال كده الراجل الوزير قال كده نفس الكلام ده. وقال كمان لو الامور كده، قلت له طب بعد اذنك احنا عايزين كمان طمعانين، لان هو كان اصلا عضو مجلس اداره في النادي الاهلي قبل ما يكون وزير للرياضه، وكان موجود اثناء الازمه اللي حصلت بين النادي المصري والنادي الاهلي، وهو الوحيد اللي كان بيطلع في القنوات كان بيهاجم النادي المصري ويهاجم بورسعيد اما كان عضو مجلس اداره. طيب انا هتوقف عند نقطه مهمه، بما ان معانا جواب التخصيص على الهوا بالامضاءات بتاعته بكل حاجه، هل ده يخلينا نرفع قضيه؟ ده يعني ده مستند رسمي مهم وموجود خلاص يا سيدي الفاضل، ده من غير قضيه، ده قرار مجلس شعب محلي في تاريخ 20/5، وكان موجود محافظين واخد موافقات واخد امضاءات واخد كل حاجه، ومتحول اهو، متحول للشباب والرياضه. الجواب ده كمان اصلا عشان تبقى انت فاهم اتحول لمديريه الشباب والرياضه اهو. تمام. اهو بتوقيع اهو. السكرتير كان ماسك سكرتير عام كان اسمه مصطفى خليل شاهين، ده كان السكرتير العام اياميها، مصطفى شاهين لواء، وحولوا للشباب والرياضه اهو بتاريخ 12/7/2010 السيد وكيل الرياضه لاتخاذ اللازم. طيب التساؤل المهم، ايه اللي خلى مجالس الاداره في الوقت ده من 2013 لغايه دلوقتي 2010 هنقول من 2013 من اول لا ما هو حضرتك مبعوث من 12/7/2010 استاذ عادل. تمام. يعني 5 سنين 6 سنين من ايام كامل ابو علي، ما حدش تابع، ما حدش شاف. ده السؤال بقى، وقامت الثوره وبقى مجالس ادارات بعدها. هل وجود او الثوره في وقتها طبعا خلت ناس كتير تنسى الموضوع، بعد كده احداث استاد بورسعيد خلت الناس تخاف تتكلم في اي حاجه تخص النادي المصري؟ اللي يخاف ما بصراحه يعني انا زي بصراحه اللي يخاف ما اللي يخاف اللي يقعد على الكرسي بتاع النادي المصري ويرقص النادي المصري من مجالس اداره، اللي يخاف ما يلزمناش. تمام. الراجل اللي جه النهارده يعني احنا لما استنجدنا سياده المحافظ احمد عبد الله السابق، يعني محافظ بورسعيد. بص بقى، ما انا هقول لحضرتك ايه اللي حصل، ما انا هحكي لك القصه حصلت ازاي عشان برضه نبقى ماشيين واحده واحده عشان المشاهد يفهمنا ويعرف احنا بنقول ايه. احنا عايزين المسؤول يفهم قبل المشاهد. المشاهد والمسؤول، ما احنا لازم برضه المشاهد والمسؤول، لان النهارده انت بيشاهدك ملايين، واخد بالك، لان طبعا ده البرنامج مش شاف وبرنامج الناس بتسمع، عايزين نوصل الحقيقه عشان ما حدش يضحك على البورسعيديه. تمام. واخد بالك، لان البورسعيديه من الصعب انك تضحك عليهم. ازاي؟ النهارده النادي المصري لما كامل ابو علي اتكلمنا معاه وطلعنا في القناه النهار واتكلمنا عن الكلام ده بالمستندات وبالادله وكلمنا الوزير قال بنفس النص كده انا ما عنديش مانع اسند هذا الاعمال الانشاءات الى الوزاره وجامعه بورسعيد وجامعه الهندسه بورسعيد والكلام ده كله على اساس يعملوا التخطيط ويعملوا الرسومات ويعملوا الكلام ده كله على اساس النهارده يبقى ده النادي المصري خارج كردون المدينه. فانا بتكلم معاه بقول له طب احنا من فضلك بقى انت كنت عضو مجلس اداره النادي الاهلي وكنت بتهاجم وبتاع، فصالح البورسعيديه بقطعه ارض نعملها نادي اجتماعي. قال والله لو انتوا خدتوا الاستاد خارج بورسعيد في المكان ده ممكن استاد بورسعيد ده اللي هو اصلا مكان النادي المصري يبقى نادي اجتماعي. هو قال كده، ده وزير يعني الكلام الوزير المفروض لما بيسلم وزير بيسلم تبقى خطه محطوطه، تبقى خطه ويبقى الكلام ده دي موافقه. تمام. اخد بالك حضرتك، ما حدش للاسف احنا اللي غلط عندنا مش عندهم هم، عدم المتابعه. عدم المتابعه من رؤساء الانديه اللي جت ما شافوش الاوراق ديت، ما جروش ورا الكلام ده، ما جروش ورا حق النادي المصري. اخد بالك لما يجي مجلس حلبيه النهارده بيسعى وبيشوف اي ورقه من دي مجلس اداره النادي المصري الحالي بيشوفها بياخدها بيمسك فيها. هو مع احترام شديد لكل مجالس الاداره، لكن مش مفترض لما مجلس اداره بيسلم المجلس الاخر بيديله ملف فيه كل الحاجات المتعلقه. المفترض ده بيبقى تسليم وتسلم عن طريق المدير التنفيذي. تمام. يا استاذ عادل مش في مدير تنفيذي بيتعين، ما بيجي مجلس اداره جديد بيعرض عليه كل الكلام ده وفي محاضر جلسات، كل ده بيتعرض على المجالس. ولا هو مجلس اداره بيمشي شكرا مش عايز منكم حاجه ومع السلامه؟ لا ده بيصدق يجري بقى. ما هو في ما هقول لحضرتك بس احنا ده حاجه تجنن العقل بصراحه يعني. ما هو بيقول لك يا رب نفس النهارده انا خلاص مشيت، لا ده كان في مخالفات ماليه مش عارف ايه، ده الجهاز التنفيذي للمحاسبات بيدور بيفتش بيدور بيعمل، فبيجرم مش عايز يطلع اي ورقه تدخله في موضوع تاني. مجلس كامل ابو علي وكامل ابو علي مشكورا قدم الجواب ده للواء احمد عبد الله. تمام. بكلام العمري فاروق. العمري فاروق خدوا الكلام
من التلفزيون، وهنا برمجوه او معانا. ترجموه هنا، وعملوا جواب اهو اللي هو احمد عبد الله، ومضى عليه من تحت كامل ابو علي، وودوه لفين؟ لاحمد عبد الله. احمد عبد الله اشر عليه قال ايه؟ السيد مدير المساحه، السيد مدير التخطيط العمراني للعرض والمتابعه. جميل، العرض والمتابعه. حد بقى من مجلس الاداره اللي جه، مجلس اداره بعد كامل ابو علي، مجلس ياسر يحيى تقريبا، او مش عارف مجلس هي مين موجوده اهي في او يمين كل الشاشة المجالس لو اللي نشوفها مع جت بعض. تابعت هذا الكلام، تابعت هذا الورق، احنا ما سمعناش اصلا عن الموضوع ده. تابعت هذا المستندات. لا. حد تابع الكلام ده؟ يعني من 2013 وانا عمال بتكلم وهري ونقول ونعيد ونزيد ونجيب ونعيد ومن قريب ومتخصص دي سنه 2010. الكلام ده كله انا مش عضو مجلس اداره، هم اعضاء مجلس الاداره المفروض اللي انا بلوم عليهم بصراحه. كل مجالس ادارات جيت النادي المصري، مسكت النادي المصري قبل الاستاذ سمير حلبيه، انا بلوم عليه. طيب انا عايز اتوقف عند يعني جمله من كلامك، لما سياده الوزير في وقتها العمري فاروق يعني قال ان ممكن الاستاد النادي المصري او استاد بورسعيد حاليا يعني يبقى نادي اجتماعي. معنى كده ان مفيش تضارب ما بين ان احنا ناخد قطعه الارض في كيلو 14 وعوده ملكيه استاد النادي المصري مره اخرى. انا بص، اما اجي بقى ملكيه استاد النادي المصري هوريك هنا المكلفه والعقد وكل حاجه تثبت. لا طب خلاص، تثبت ان ده بتاع النادي المصري. تمام. دي اصول موجوده، والاصول دي كلها موجوده مع اعضاء جمعيه عموميه، ناس قديمه زي الباشمهندس محمد ندى، راجل محترم اللي قدم، كان معاه الاوراق وقدمها وموجوده في النادي المصري، اداهم ملف كامل. وبرضه في ناس محترمه غير الباشمهندس برضه، يعني الناس كلها محترمه الحمد لله، اعضاء جمعيه عموميه قدموا حاجات كتير عايزين يخدمهم. في ناس برضه جابت اللي صال النور لما نجيله هنتكلم فيه. خلينا بس الاول في النقطه اللي هي يا استاذ عادل، اللي هي بتاعه الكيلو 14. تمام. اللي بدا المجلس الحالي يفتح ملفها ويشوفها. بص يا استاذ عادل، القرار ده بتاع لجنه شباب ورياضه في 20/5/2010 في مفاجاه برضه فيه. في حاجه ساره جدا لجماهير النادي المصري، ان ملعب الهوكي اللي موجود جنب الصاله ده متخصص للنادي المصري. كمان ده متخصص للنادي المصري اهو، تخصيص ارض ملاعب مجمع الهوكي بجوار صاله مبارك المغطاه لاعداد ملعب جديد للتدريب للنادي المصري. من قبل مين؟ المجلس القومي للرياضه، كان ايام اسمه المجلس القومي للرياضه، المهندس حسن صقر. يعني دي موافقه من المهندس حسن صقر. دي مستندات بتثبت ملكيه يا جميع سيدي اتفضل الاراضي للنادي المصري اهو. المجمع دي الارض اللي هي مجمع الهوكي. شوف بقى بيقول لك ايه كمان، من قبل المجلس القومي للرياضه بمعرفه المهندس الانشائي من الاتحاد الدولي لكره القدم، طبقا لموافقه مين؟ المهندس حسن صقر، بشان المذكره من النائب. شايفينها مع بعض اهي. كان في مذكره من النائب مين بقى؟ كان ايامها عضو مجلس الشعب، عشان هي مكتوبه برضه نديله حقه بما يرضي الله، الحسين ابو قمر. كان الحسين ابو قمر اهو هو اللي كان مقدم المذكره دي وتوافق عليها واخد موافقه. واخد بال حضرتك؟ خد بالك بقى بعد كده راحت لفين؟ المذكره دي راحت لفين؟ خد بالك المذكره ديت قالوا كمان قرروا في قرار التخصيص، قرروا ايه كمان؟ ان الارض دي لما تتعمل للنادي المصري كتدريب تستقبل اي بطوله، اي بطوله تستقبلها، اي بطوله دوليه الارض تستقبلها، بما فيهم ملعب الهوكي، يعني لعبه الهوكي. يعني حتى لان طبعا لعبه الهوكي زي ما انت عارف المساحه زي مساحه الاستاد بالظبط. تمام. فقال لك لو جه عندك يعني حاجه دوليه لفريق هوكي او منتخب هوكي او يستقبله مجانا. قال لك مجانا اهو، يعني يستقبلوا ده مجانا في نفس ملعب الهوكي. ادي اول حاجه. طب ده قرار تخصيص، فين مجالس الاداره اللي قبل كده اللي مسكت؟ محدش تابع الكلام ده ليه؟ محدش شاف الكلام ده ليه؟ فين الكلام ده؟ ما طلعش ليه؟ بدايه التحرك من مجلس الاداره الحالي بس. لما وقع في ايده الورق ده مسكه كانه مسك ذهب، مسك الماس. دي مستندات مهمه. معنى كده ان مجلس الاداره الحالي ما كانش عنده فكره عن الورق ده لغايه ما حد مجلس الاداره جاي بقاله قد ايه يا سيدي الفاضل؟ لا انا بتكلم على انه هو في كان من الاعضاء الجمعيه العموميه حد يعرف حاجه يعني. هو المجلس الاداره اللي موجود كله جديد، مفيش حد قديم. وبعدين المجلس ده اللي جه اخد بال حضرتك، يعني اول حاجه انا سلمت الاستاذ سمير حلبيه الاوراق كلها والمنشات كلها بتاعه الملعب اللي هو ملعب سيد متولي، المباني والملعب مبنى متعدد الاغراض والمحلات عشان انا يعني دي حاجه احنا ما كناش نعرف ان في حاجات تانية، بلاوي تانية مستخبيه، في حاجات تانية مستخبيه في مستندات ومرميه. تعتقد ده لمصلحه مين ان الحاجات دي يعني تبقى طي نسيان كده، ولا هو الناس اللي بتقعد على الكرسي بس عايزين التلفزيون وعايزين الشاشه
وكل يوم كرافتة وكل يوم يطلع في برنامج وكل يوم مداخله وكل يوم. ما هو كده، ما كانش حد بيعمل حاجه ومحدش دفع جنيه من جيبه. اللي دفع جنيه من جيبه يجي يقول يواجهني. تمام. كل الفلوس اللي اتدفعت، كل اللي طيب. اتدفع كل الفلوس اللي اتدفعت احنا دي تاكيدا طبعا على من النادي الكلام المصري. ولمتابعه الاحداث طبعا معانا استاذ سمير حلبيه رئيس مجلس اداره النادي المصري هاتفيا. استاذ سمير اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. يمكن طبعا انجازات ملموسه وسعي ملموس من كل جماهير العاشقه للنادي المصري لمجلس الاداره. يمكن طبعا مجلس الاداره بيقوم بمجهود رائع، النيه كانت متوافره وسبحان الله يعني ربنا بيوفر دايما الاسباب لمزيد من الانجازات. كنا بنتكلم حاليا عن قطعه الارض بالكيلو 14 للنادي المصري، يعني برضو كنا عايزين نعرف مزيد من التفاصيل والتصعيد اللي حضرتك ممكن تقدمه. والله هو احنا جينا لقينا في حجر اساس اتوضع، والوضع السيد رئيس الوزراء اللي هو كان دكتور احمد نظيف. فجبنا الورق ده نشوف هل ده كان كوموفلاج كده بيعملوه عشان الانتخابات ولا هل ده، فلقينا الارض فعلا مخصصه. تمام. بس ما طلعش بقى قرار تخصيص، لكن اتخصصت ووضع السيد رئيس الوزراء وضع حجر اساسي. تمام. فين الارض دي بقى؟ فعمالين بندور عليها، فالسيد المحافظ وعدني ان هو بيبذل فيها مجهود جامد، وان شاء الله باذن الله يعني في خلال وقت قريب قوي هتكون اتحلت المشكله دي. طيب معنى كده يا استاذ سمير ان الارض المخصصه دي هل حد حط ايده عليها او هل تم التصرف فيها في الوقت الحالي؟ والله هو في شركه زراعيه تقريبا كانت حاطه ايدها عليها. تمام. وانا قريت يعني انا شاهدت في حلقه لحضرتك برضه من سنه 2013. تمام. وكان فيها الاستاذ طارق هاشم. تمام. وتناولت هذا الموضوع بالحديث. انا فوجئت بيها من شويه وانا بتفرج عليها كده، حاجه غريبه جدا. حلقه استاذ طارق على قناه النهار كان هو مشيرها. يعني مش عارف انا فين الناس، فين المسؤولين؟ تمام. فين المسؤولين عن بورسعيد؟ فين المسؤولين عن الرياضه في بورسعيد؟ ازاي الارض دي يعني ما اتعملش عليها حاجه لغايه دلوقتي؟ تمام. وبعدين لما كلمنا مع الوزير خالد قال لك يعني ما فيش عندنا اي مشكله ان احنا عايزين نعمل في بورسعيد، عايزين نعمل حاجه، خصصوا لنا ارض احنا نعمل لكم نادي. تمام. خصصوا لنا ارض احنا نعمل لكم نادي اجتماعي. تمام. الحقيقه قمه التعاون، يعني الراجل متعاون جدا جدا. وفي ميعاد ان شاء الله باذن الله بكره مع المهندس خالد عبد العزيز ان شاء الله باذن الله. ويعني طب سؤال مهم في مقابله حضرتك لوزير الشباب والرياضه باذن الله غدا، هل هتعرض عليه امر زي ده مهم؟ طبعا مشكله الارض خلف ملعب الهدف دي مشكله ثانيه برضو، يعني في مشاكل كتير متعلقه برضو بالعمليه الانشائيه ومعوقات كتير. هل هيبقى في دور لوزير الشباب والرياضه؟ هو الحقيقه لا، لازم هيبقى اللي عليه دور. ما هو وزير الشباب والرياضه والمسؤول عن الرياضه في جمهوريه مصر العربيه. الحقيقه بورسعيد والنادي المصري يعني ما حدش فكر فيهم بقاله مثلا 25 سنه ولا حاجه. تمام. السيد وزير طلع على الاعلام، والسيد وزير في اتصال بيه ومرحب جدا. هي المشكله اللي انا يعني اخد له ملف صعب جدا، يعني تمام. حاجات كتير قوي قوي قوي. واتمنى ان شاء الله باذن الله ان ربنا يوفقنا بكره مع معاليه وياخد معاليه قرارات في الحاجات اللي احنا هي منها ملعب الهدف والملعب اللي ورا الهدف وملعب الهوكي والنادي الاجتماعي والنادي الاجتماعي لا ملفات كتير الحقيقه. تعتقد الملفات الكتيره دي والدعم الانشائي هيكون موازي لكل يعني التوسعات مره واحده بالشكل ده، ولا هيكون على فترات او على دفعات؟ والله على حسب ظروف الوزاره. انا هعرض على معالي الوزير، وهو الحقيقه انا بقول ان هو عايز يعمل حاجه لبورسعيد. تمام. طب استاذ سمير معاك كابتن طارق هاشم. استاذ سمير ازي حضرتك؟ كابتن طارق اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ربنا يخليك يا استاذ سمير. بقول لحضرتك يا استاذ سمير، مش عارف يعني وصل لحضرتك مذكره ان في تقرير لجنه شباب والرياضه بتاريخ 20/5/2010 بقرار تخصيص لقطعه الارض يا استاذ سمير. انا الحقيقه قلبت الدنيا على التخصيص ده، مش ليا. معايا انا مستعد اجيبه لك بكره الصبح قبل ما تخش للوزير، اطلع من هنا على مصر واجيبه لك. يا ريت، ده كده يبقى عظيم خالص. القرار التخصيص ده معايا
وهجيبه لحضرتك وهو على الشاشه اهو. قرار تخصيص بتاريخ 20/5/2010 بيقول تخصيص قطعه ارض بمسطح 30 فدان بمحافظه بورسعيد خارج كردون المدينه لاقامه استاد للنادي المصري لكافه الالعاب الرياضيه وفندق عالمي ومركز تجاري بما يتماشى مع اخر التطورات الرياضيه في العالم، والتنسيق مع السيد المحافظ لتمويل هذا المشروع من المجلس القومي للرياضه. كان ايامها وزاره الشباب والرياضه الحاليه اسمه المجلس القومي للرياضه. القرار ده معايا، ومعايا كمان في نفس القرار ده قرار تخصيص للملعب المجمع الهوكي اللي هو بجوار صالة مبارك، ده برضو متخصص للنادي المصري للتدريب، ده في سنة 2010. القرار ده طيب. هيكون عند حضرتك الصبحية، انا هطلع من هنا واجي لك على طول. مستندات يا مهمه. ريت يا استاذ طارق، وانا بوعدك ان يعني ان السيد الوزير مش ما عندوش اي مانع ان هو يعمل اي حاجه للنادي المصري. خلاص انا هجيب لحضرتك تمام. قرار التخصيص ده ان شاء الله بامر الله، اكلم حضرتك الصبحيه باذن الله ويكون على مكتبك وهجيبه لك وتقدمه للسيد الوزير. الحاجه كمان برضه يا ريس، يعني بعد اذن حضرتك، كان في موافقه من المجلس المحلي الشعبي على اقامه شركه مساهمه للنادي المصري، مساهمه شعبيه. واخد بال سعادتك؟ يعني يا ريت مجلس الاداره الحالي يعني ينفذ هذا المشروع، على اساس المشروع ده هيخدم النادي المصري مستقبلا يا استاذ سمير. يا استاذ طارق ما فيش داعم للنادي المصري الا هما 3: تمام. السيد الوزير، السيد المحافظ، السيد الوزير، وجمهور المصري المحترم. ما فيش اي حد بيدعم النادي المصري. طب احنا دلوقتي يا فندم بعد اذن حضرتك بقى، يعني في موافقات هنا موجوده، اخد بال حضرتك، من كمان مخاطبه الشركات والهيئات الخاصه بشركات البترول اللي موجوده على ارض بورسعيد، وهذا الكلام موجود في هذا التخصيص اهو من المجلس المحلي. وكمان كان اياميها بيطالبوا السيد الفريق رئيس الهيئه اللي هو كان اسمه اللي هو فاضل احمد فاضل، يعني حتى كمان هنا برضو بيناشدوه اهوت ان يفتح باب تبرعات مع شركات البترول ويبقى دعم للنادي المصري. كل الكلام ده عايزين بعد اذن حضرتك يتعرض على حضرتك في مجلس اداره ويتم التنفيذ ليه، وحضرتك تاخد بيه قرار زي ما انت خدت قرار بتقسيط ثمن العضويه لشباب بورسعيد المحترم، شباب الجامعات وشباب جماهير النادي المصري. ده ما حصلش قبل كده يعني. بتقسيط العضويه، تقسيطها على 4 مراحل، كل مثلا مرحله 250,000، لان انتوا بقت 1000 جنيه. فيا ريت سعادتك اما اجيب بقى حضرتك الكلام ده، انتوا كمجلس اداره محترم تقوموا. انا عايز بس اسال الباشمهندس، هل فعلا تم رفع قيمه العضويه ولا لسه الموضوع ما تمش؟ بالنسبه لجمهور بورسعيد مش هنرفع العضويه خالص. هل ده تعنت؟ هل ده تعنت؟ يعني هو 1000 جنيه زي ما هو؟ لا، هو 600 وشويه جنيه مش 1000 جنيه. تمام. وكان المقترح ان احنا نرفعه ل 1000 جنيه، لكن مش هيترفع ل 1000. يعني زي ما هي 600 زي ما هم حضرتك، يعني 600 دول ممكن يدفعوا قسط ان شاء الله باذن الله. هنتناقش معاه لان القانون بيمنع ذلك، لكن احنا عرضنا الكلام ده وهنتناقش فيه مع الوزير بكره ان شاء الله باذن الله. انا عايز بس من حضرتك توعدنا ان شاء الله كل مستجدات وخصوصا مع سياده الوزير يعني تطلعنا بيها، ويا ريت تشرفنا في استوديو المصراويه باذن الله. تحت امرك. طب قبل ما نقفل مع حضرتك ناخد من حضرتك بس كده يعني حاجه انفراد كده طبعا برنامج المصراويه. هل بالفعل سيتم تدعيم الجهاز الفني بلاعيبه جديده في يناير ان شاء الله يا استاذ سمير؟ هو يا استاذ طارق الطلب ده هو اللي بيطلبه الجهاز الفني. الى وقتنا هذا لم يطلب الجهاز الفني اي حد. تمام. لكن في استعداد من مجلس الاداره. احنا عندنا فكر. النهارده الكابتن حسام كان في الملعب النهارده وصعد 4 لعيبه من الناشئين، من قطاع الناشئين بالفعل كمان، قطاع الناشئين. وان احنا باذلين في قطاع الناشئين مجهود ان شاء الله باذن الله هيثمر في السنوات القادمه ان شاء الله. طب بالنسبه للتجديد اللعيبه اللي هم تم انتهاء عقودهم، السيد عبد العال واحمد رؤوف واسلام صلاح، تم تكليفي للكابتن ابراهيم بالتعاقد معاهم فورا. شكرا يا استاذ سمير وبنشكر حضرتك. يعني اثقلنا عليك، لكن باذن الله خير كبير جدا للنادي المصري، شايفين ما شاء الله خطوات ثابته. بركه فيكم ان شاء الله. شكرا يا استاذ سمير. شكرا لحضرتك. مع السلامه. مع السلامه. يمكن شايفين مع بعض كذا بشرى وكذا يعني خبر حصري بوجودك معانا كمان وبدعواتك في الاراضي الطاهره. احنا هنا في خدمه النادي المصري وخدمه جمهور النادي المصري، واحنا
لا عندنا نفاق ولا رياء ولا عندنا مصلحه لاي حاجه ولا لنا مصلحه، الحمد لله. بنسافر ماتشاتنا، بنحضر كجمهور، بنشجع، بنقعد، بنروح الشرم، بنروح مجموعه. الجمهور كله نفسه يخش، جمهور بورسعيد كله مفيش مزايد على حبهم للنادي المصري. كل الشباب المحترم، الناس اللي بتحضر في ملعب الهوكي، الالتراس، الجرين ايجلز، اللي مش يعني كل الناس، عشان ما اذكرش كل جمهور الناس القديمه. بصراحه انا شايف القديمه، الاعضاء القديمه، يعني شايف مسانده ما كانتش موجوده قبل كده مع مجلس اداره، يمكن لان هو واضح ان هو عايز يعمل حاجه وبصمه للنادي المصري. ما هنقول لحضرتك النهارده لما مجلس اداره يجي ويدور على انشاءات وموارد ثابته للنادي المصري، ده لازم نقول له متشكرين. انا طب اقول لحضرتك على حاجه، انا اول مره ما بقاش قلقان على فرقه النادي المصري، مش في دماغي يعني مش في دماغي ازاي يعني مش موضوع منافسه او احنا ناخد دوري ولا كاس، لا انا نفسي في حاجه واحده بس، نفسي يكون عندنا ملعب عالمي، استاد عالمي للنادي المصري باسمه، عشان الجمهور ده يطلع الطاقه ويطلع تشجيعه ويطلع كل حاجه جوه، ويخشوا التدريب، بدل ما هم يعني بيروحوا بيعوفر السلك كده واقفين بيصعب عليا في البرد. جمهور بيحضر التدريب في ملعب سيد متولي حاجه مش لما الدنيا تمطر والكلام ده بيبقوا واقفين برضه ما بيمشوش، واخد بال حضرتك؟ فانا نفسي اشوف جماهير النادي المصري جوه الاستاد، لو الاستاد بورسعيد ده خلاص مثلا احنا مش هناخده. طب احنا عايزين واحده واحده كده نحصر كميه الاراضي اللي موجوده للنادي المصري ولغايه دلوقتي مش عارفين نستغلها واحده واحده. احنا قلنا الكيلو 14 30 فدان كمان ارض الفنار 3000 وكام. ارض الفنار ديت بقى يعني هم بصراحه الاستاذ سمير ومجلس الاداره اللي معاه عاملين رسمه خطيره جدا، انا بصراحه ما شفتهاش، بس انا وانا في العمره كنت بدردش كده مع احد المهندسين وبتاع، فصاحبي يعني صديق ليا وكده قال لي والله ده في انا سمعت اللي هم عاملين رسمه كويسه ومش عارف ايه والكلام ده. فكلمت الاستاذ سمير قلت له يا استاذ سمير يعني فكرك ايه بصفتك انت راجل خبير في هذا المجال، بقالك مده فيه مده كبيره جدا وانت بتبني كره وبتبني حاجات من هذا القبيل. يعني انا طلعت منه برضو ببعض المعلومات ان هيتعمل 50 محل وهيتعمل دور كنادي اجتماعي وهيتعمل كحمام سباحه من تحت، يعني بيقول لي ان شاء الله يبقى فيه خير، وده هيبقى دعم استثماري، وهيتعمل فيه مول هيبقى دعم استثماري يعمل دخل للمين. هي في نقطه برضو مهمه، خد بالك الارض دي في المكان ده طب انا لسه عايز اقول لك برضو بالمليارات بالنسبه للمكان ده طبعا، يعني بالنسبه للارقام الفلكيه في بورسعيد طبعا يعني رقم ضخم، لكن وجوده كمان بجوار استاد النادي المصري هل ممكن يتم ربطهم ببعض؟ يبقى يعني طبعا كل جمهور النادي المصري مرتبط لغايه النهارده اسمه استاد بورسعيد. ما دي الحاجه اللي هتهبلك، انت النهارده معاك مستندات. نيجي بقى لاستاد بورسعيد عشان انت بتتكلم، انا عارف دماغك ما بتهداش الا تمام انت قلت لي يعني عايز انت ايه يا سريع، انت عايز تعرف كل حاجه بسرعه. بص يا استاذ عادل وانت طبعا راجل برضو يعني مشجع للنادي المصري وراجل طبعا دي المكلفه اللي منين؟ من حي المناخ محافظه بورسعيد. ايوه ضريبه المباني ده طبعا الحي اللي بيقع فيه استاد بورسعيد اهو. النادي المصري شارع 23 يوليو، يعني بيثبت ان ده النادي المصري اهو. ده مش مستند حكومي رسمي طبعا. استاذه كريستينا شايفاه كده جايباه، خد تاني. ده كشف مستخرج من سجلات مصلحه الشهر العقاري اهو. مكتوب بيثبت ايه؟ شوف بيقول لك ايه، ان ده في دار المحفوظات العموميه، تمام؟ ان ده ان المكان ده من سنه ده طالع من دفتر الجرد، المده من 95 من 1959، يعني شوف من طالع سنه كام؟ 4/2/1998. هو الباشمهندس محمد ندى اللي كان طالع ده اهو، خليك معايا، بيثبت فيه ان ده ارض النادي المصري، وان في باب من الشرقي وباب من الغربي وباب من اهو توصيف وتوصيف اهو من مصلحه الشهر العقاري. ما جبناش حاجه من عندنا، ما فيش اكتر من كده شهر عقاري يعني. هقول لك تاني، ده كذا واحده كمان، خد بالك كذا واحده موجود اهو. بيقول لك ايه؟ بيقول لك وجد بالصفحه الجزء المذكور ما هو اتي: ان الملك رقم 85 شارع 23 يوليو، اسم المناخ حي المناخ، باسم استاد النادي المصري، بارض محافظه بورسعيد، بناء مستعمله لكره نادي، مبنى مستعمل كنادي لكره قدم، ووصف لك كل حاجه فيه اهو. تمام. ده اوراق رسميه بتاع النادي المصري، اوراق رسميه ماشي.
انا مستغرب بس لما يكون في اوراق رسميه زي كده، فين البهوات بقى اللي كانوا موجودين؟ نلجأ للقضاء ازاي؟ فين البهوات؟ مع كل ورقه من دي تسد عين شمس، يعني بنلجأ للقضاء ليه؟ ده فاتوره تليفون مم. باسم النادي المصري ونفس العنوان عشان ما يبقاش اعلان بس. هي فاتورة التليفون أهو. هي شركه التابعه للحكومه يعني. تبع الحكومه. ده كمان فاتوره تليفون النادي المصري بتواريخ قديمه، كل ده كمان. تواريخ قديمه. كهرباء كمان باسم النادي المصري. مم. ايصال كهرباء اهو نفس بتاريخ العنوان كام؟ اهو. اقول لك بتاريخ كام؟ 2/6/2004. يعني من وقت قريب، يعني مش هنقول بقى 2004. يعني مش من مش زمان هنجيب يعني. القديم. اكيد هيكون في قديم. وده 1/12/2011 اهو. كمان 2011 اهو. وفي اسم النادي المصري 2011 النادي المصري اهو. آه. اهو بص فوق هنا فوق هنا اهو استاد النادي المصري شارع 23 يوليو اهو. يعني جايبين ما قبل الثوره وما بعد يا سيدي الثوره الفاضل وما احنا قبل. بص دي مطالبه من اداره مياه الشرب ببورسعيد، محافظه بورسعيد، للسيد رئيس مجلس اداره النادي المصري، بيطالبوا فيه مبلغ مالي 8010 على النادي المصري. والنادي المصري اكيد هو اللي دفعهم. ماشي. يعني بص يا سيدي، يعني معنى كده وده برضه اشغال الميه اهو واضح رسمي، اظن واضح اهو على الشاشه اهو. تمام. نفس الوضع بيطالبوا فيه برضه النادي المصري. المستندات كلها بتدل على ان النادي المصري هو ملكيه النادي المصري. اجمالي المديونيه بقى الاخيره اهو من هيئه قناه السويس باسم مين؟ الساده النادي المصري للالعاب الرياضيه اهو. الحاجات دي كلها يا استاذ عادل موجوده. لا اقول لك بقى اخطر من دي، هقول لك حاجه اخطر من دي. شباب الرياضه عنده حصر لمراكز الشباب والانديه كلها اللي موجوده في بورسعيد. تمام. ده حصر مديريه الشباب والرياضه من سنه كام؟ بص يا سيدي بيقول لك اهي من سنه 93 6/12/93 بيقول لك ان النادي المصري يقع في شارع 23 يوليو ورقم التليفون خد بالك اهو. شباب والرياضه. الشباب والرياضه اهو. شباب والرياضه. مديريه الشباب والرياضه فوق اهي. اللي المفترض هي اللي عارفه. مديريه الشباب والرياضه دليل الهيئات العامه في ميدان في ميادين الشباب والرياضه موزعه على الوحدات الاداريه. كود المحافظه رقم 3. ده بقى ياخدني للسبب الرئيسي. كان اياميها اللي ماسك مديريه الشباب والرياضه عويضه عباس العجرودي. طيب هنكمل بس انا عايز او عوضه عباس العجرودي. ده ياخدني مره ثانيه اللي هو في وقت تغيير المسمى من النادي المصري لاستاد بورسعيد كان السبب والآلية زي التحويل. يعني انا فاكر طبعا عارفين وقلنا الكلام ده كذا مره. الحجر لكن عايزين الرخامه اهي. دي الرخامه اهيت بتاعت استاد النادي المصري ايام البكباشي حسين الشافعي ايام الافتتاح. كان نائبا عن جمال عبد الناصر الزعيم جمال عبد الناصر رئيس الجمهوريه طبعا في الوقت الله يرحمه. في الوقت ده يعني ما فيش اكتر من ان رئيس الجمهوريه بقول لحضرتك الزعيم يهدي قطعه ارض لاهل بورسعيد. وعلى فكره الارض دي الناس القديمه ايام زمان كانوا بيلموا 50 جنيه و30 جنيه و40 جنيه عشان خاطر الاستاد ده والنادي ده، والحاجات دي موجوده ومثبوته. وفجاه اتاخد وعملوا له شويه اصلاحات وحاجات. انا هقول لحضرتك ده اتاخد ازاي. ده اتاخد ايام كاس العالم للشباب. خد بال حضرتك. وعلى فكره كان اياميها موجود المهندس خالد عبد العزيز هو رئيس المجموعه الرابعه في بورسعيد، وكان اياميها هنا بريده قال لك احنا هنطور الاستاد ومش عارف ايه وبعد كده هنخليه النادي المصري تاني. طوروا يعني الاستاد. انت فاهم ان ده كان ظرف طارئ اللي هو في وقت كاس العالم. طبعا كل الناس كانت مع ان مصر بتنظم كاس عالم للشباب، بس رجع الحق الملكيه بس يرجع تاني. ما تستوليش. هو حيلها في عينك لكن خدوا وما رجعش. يا سيدي الفاضل ده كانوا بيقولوا ده موقع مميز استاد في موقع مميز. وحتى لو مش مميز ده دي علامه. حطوا ايدهم عليه. الناس فين بقى؟ ما حدش جرى ليه رفع قضيه وحد يعني. الله يرحمه متولي لو موجود ما كانش الكلام ده هيحصل. الله يرحمه سيد متولي لو موجود ما كانش الكلام ده هيحصل. خد بال حضرتك. بعد المجالس بقى اللي بعد سيد متولي ديت يعني النهارده لما يجي مجلس زي الاستاذ سمير حلبيه ويرفع قضيه بالمساندات دي انه يرجع ملكيه النادي المصري
طب اللي قبل كده فين؟ انا بقول لحضرتك انا عشان هو كده السؤال، هو الطرف الاخر هيجيب لنا ورق ايه يعني؟ مش حكايه ورق. ومين الطرف الاخر اصلا يعني؟ يعني ترفع ضد مين؟ يعني القضيه هي في الوقت الحالي طبعا مرفوعه، هل هي ضد المحافظه في الوقت الحالي؟ هو النهارده لما الاستاذ عبد الوهاب قوطه اتنازل على الارض اللي موجود عليها الوقت القريه السياحيه اللي موجوده، اللي كانت مهداه من مصطفى صادق، وده كان هيتعمل مجمع، كان اياميها كان موجود المهندس امير حربيه في المجلس ده. تمام. كان قوطه، واحنا اتكلمنا قبل كده، كان قوطه واحمد منسي وسمير حلبيه ومحمد الحفني اللجنه الخماسيه مع احترامي، وميم الزهيري مع احترام الالقاب طبعا. كل دول كانوا موجودين واتنازلوا عن الارض اللي اتعمل عليها النهارده القريه في سبيل ايه؟ يحتفظوا بالاستاد. تمام. طيب حلو قوي، احنا اتنازلنا على الارض دي بتجيب مليارات عشان ناخد الاستاد. خدت الاستاد وخدت الارض. خدت الاستاد وخدت الارض. تمام. والنادي المصري طلع من مولد بالحمص. ليه؟ هي ليه الدوله او مسؤولين الدوله بيعملوا كده؟ ليه؟ النهارده الانسان البورسعيدي في الشارع بيحس ان في اضطهاد. ده انت عندك ملف بطاله، وعندك ملف اسكان، وعندك ملف زباله، وعندك في ايه يا عم؟ حتى سياده المحافظ انت قاعد بتعمل ايه؟ انا اتفرجت دلوقتي على الاخبار عندكم هنا وانا موجود. محافظ السويس في الشارع بيجري وبيروح وبيشوف وبيكلم وبيقعد وبيعمل. محافظ الاسماعيليه نفس الوضع. استاذ علي فرمان كان بيقدم الاخبار دلوقتي من شويه قبل الحلقه، عمال اتفرج. طب فين محافظ بورسعيد؟ قريت السكريبت كده ما لقيتش حاجه عن بورسعيد. هو في ايه بالظبط؟ في ايه الناس؟ طب انت راجل بورسعيدي، طب ما تقف مع انت النهارده قلت للنادي المصري بالتليفون للباشمهندس محمد قبيل روح خد الملعب بتاع اللي ورا الهدف. نعم. يعني اخده كده من غير ورقه. وانا عايز اقول برضه ان سياده المحافظ صرح ان هو اعطى القطعه. طب فين المستند؟ انت النهارده لما قلت للدكتور ده دخلنا على قطعه الارض اللي ورا يا سيدي الفاضل. انت النهارده لما قلت للدكتور علي ابو سمره مدير الشباب والرياضه، خد بالك عشان ما بحبش الظلم وما بحبش الافتراء، الناس دي مظلومه بالامانه. الناس دي اتظلمت. ليه اتظلمت؟ انت يا سياده المحافظ بتتكلم مع مدير الشباب والرياضه. انت يا سياده المحافظ قلت بالبق باللسان، ما انت ترجع تقول ما قلتش. ما تدينا جواب رسمي مختوم منك وممضي وادين مجلس اداره النادي المصري. بس كتير من الجماهير في بورسعيد شايفين ان الشباب والرياضه متعنته مع ممكن الشباب والرياضه تكون متعنته في حاجات تانية. النهارده لو انا كمحافظ وانت مدير الشباب والرياضه وجبت لك جواب هتنفذه غصب عنك. تمام. خد، انا المحافظ، انت بتحمي نفسك كمدير الشباب والرياضه، بتحمي. خد نفذ القرار ده. يعني معنى كده ان القطعه وراء ملعب الهدف ما لهاش ورق يا سيدي الفاضل. ده مخصص ليها، ده مخصص هتبقى مجمع صحي رياضي لجميع انديه بورسعيد. تمام. النهارده اما النادي المصري يستغلها ماشي، انا استغلها بس بقرار ازاي؟ من وزير خالد عبد العزيز ده من المحافظ. طيب واحده يعني قبل كده كان تم تخصيصها ان هي تبقى مجمع صحي رياضي ببورسعيد. ده انديه بورسعيد كلها بمفهوم النادي المصري. ده كان من المحافظ، اكيد من المحافظ السابق. لا ده من الوزاره. من الوزاره. ما هو بص المجلس المحلي خصصها من 10 سنين. دي متخصصه من 10 سنين. تمام؟ متخصصه من 10 سنين لمين؟ لمجمع طب رياضي. تمام. ما اتعملش حاجه فيها من 10 سنين وهي محلك سر مقلب زباله. تمام. لما الناس جم بتوع النادي المصري فكروا ان هم ياخدوه ويستغلوه يعملوا ملعب تدريب، وكلموا المحافظ قال لهم ماله؟ روحوا خدوه. طب ادينا جواب. لا مفيش جوابات، بالتليفون كده. وطبعا طبعا الناس راحت. نحن دوله اوراق ودوله انا اقول لحضرتك بس عشان برضه ما نفتراش على حد. مجلس المصري مشكورا راح. تمام. وجابوا بلدوزر ونظفوا المكان على اساس تم منعه، على اساس اتعمل رمل بقى وهيتعمل ايه، والباشمهندس الحربيه هيجيب النجيله وهيعمل نجيله والكلام، هيبقى ملعب تدريب خلاص. تمام. فاثناء هم بيشتغلوا يجوا بتوع الشباب والرياضه، اي نعم فيهم حد غلط وده هيتحاسب. احنا كبورسعيديه مش هنسيبه اللي غلط في النادي المصري وغلط بعيدا عن في بورسعيد غلط مش هنسيبه، هنجيبه. انا ما اعرفوش، انا كنت في السعوديه بس اتحكى لي ان في واحد غلط منهم. مين هو؟ والله انا ما عارفه، بس لازم يتجاب ويتحاسب، لان النادي المصري اكبر منه واكبر من 30 زيه كمان. ما حدش يغلط في النادي المصري. ادي الارض اهي، واخد بال سعادتك؟ دي بعد اللي في الكيلو 14. دي كيلو 14. دي اللي في الكيلو 14. دي مساحه 30 فدان. حاجه استاد عالمي ويتعمل كل زي ما انت عايزه، مركز ده انا اعتقد مركز تجاري. كم يعني فرص عمل للشباب كتير في بورسعيد. طبعا فتح حدود بورسعيد يعني. طبعا هنتكلم في حاجات كتير جدا. طبعا ده اكيد. المهم اخد بال حضرتك لما الناس اشتغلت وراحوا بقى علي ابو سمره وراح مع حسام المكارم ومجدي عبد الكريم والناس كده، فاتكلموا مع محمد قبيل، المهندس محمد قبيل وبتاع. المهم ايه،
الناس خدوا بس البلدوزر معلش بيني وبينك، ومشوا. بس بيني وبينك، هو انت بتشوف الاجهزه التنفيذيه يعني بتتفاعل على ارض الواقع؟ يعني احنا ما شفناش حد بينزل على الارض، ده اكيد حد قال لهم بلغهم في تليفون او في حاجه لا يعني. الله اعلم ايه اللي حصل، يعني ما احنا أنا- مش عارفين. يعني إحنا بنشوف حتى لو الموظفين كانوا بتنزل. بعد ما نظفوا وخلصوا ومشوا ما كناش هنعرف نعمل عليه ارض للتدريب. ما هو لازم يكون في جواب يا جماعه. تمام. لازم جواب عشان انا كمدير شباب والرياضه احمي نفسي لما يجي لي تفتيش عليا اقول له لا والله ده انا جاي لي جواب من المحافظ. طب ما سياده المحافظ يا سياده اللي هو مجدي نصر الدين من فضلك طلع قرار تخصيص للارض ديت، قول لهم النادي المصري يستغلها كملعب تدريب لحد لما تبقى تيجي الانشاءات وتبنوا عليها باخدوها. بس النادي المصري اتمرن عليها بدل ما موجوده زباله. النادي المصري راح نضفها. تمام. تمام. طب النهارده اتنضفت وكل حاجه تمام 100 100. طب انت سياده اللواء، انت اللي بتحفظ، انت محافظ بورسعيد، انت محافظ المدينه. لا هو بعيد انت عن- رئيس بص- المدينه. بص يا كابتن طارق، سياده المحافظ طلع ووعد جمهور بورسعيد بقطعه الارض دي. طب فين ما يبقى ما ادهمش جواب ليه ده رسمي؟ اللي احنا عايزينه من سياده المحافظ. بس. سياده المحافظ حضرتك وعدت بقطعه الارض. ادينا جواب رسمي عشان نديله مدير الشباب والرياضه. دي نقطه مهمه جدا. تمام. دي حاجه. تعال بقى نتكلم في الاراضي اللي موجوده في بورسعيد. هل بورفؤاد ما فيهاش قطعه ارض مساحه موجوده تتعمل نادي اجتماعي تصرف على النادي المصري؟ بورفؤاد هي اللي فيها الارض دلوقتي، بورسعيد ما عادش فيها ارض. طيب ما النادي المصري قدم لسياده المحافظ قال له ادينا ارض ببورفؤاد نعملها كنادي اجتماعي كفرع من الفروع. طبعا في مشجعين كتيره ببورفؤاد للنادي المصري. بورفؤاد في- كلها مشجعه لا بورسعيد. وبعدين وفي اعضاء جمعيه عموميه كتير نعرفهم في النادي المصري. يبقى ما يكون لهم نادي اجتماعي والنادي الاجتماعي ده هيعمل دخل للنادي المصري. يا سياده المحافظ قبل ما تمشي، قبل ما يطلع لك قرار بانك تمشي اعمل حاجه لبورسعيد. انا بناشده قبل ما يمشي يطلع قرار بتخصيص قطعه ارض ببورفؤاد زي ما انت عملت الاكاديميه البحريه كده. لازم قبل ما يمشي. لان سياده المحافظ عايزين نقول، حضرتك قلت ان انت من جمهور يا ريت نادي تجيبه مصر. على الهوا او تجيبه في يا ريت، هو المداخله. طبعا ليه حق الرد طبعاً. تجيبه اهلا وسهلا بيه. ما انت بتقول انا من الجمهور ليه حق الرد وانا طبعاً. بشجع النادي المصري وانا بعمل النادي المصري من غير افعال. يا ريت الاعداد لو نعرف نجيب سياده المحافظ على التليفون، يا ريت يرد على بعض الاقاويل دي، او طبعا ان هو يعني يحسم الامر ويبعت جواب ويقول لنا الكلام يا ده. سيدي طبعاً. الفاضل بورسعيد محتاجه وزير تخطيط عمراني يجي لها. لازم يجي وزير وزير بورسعيد مهمله من فتره طويله جدا. بس لازم يجي وزير التخطيط العمراني يشوف بورسعيد ده عامله ازاي ويعمل لها تخطيط صح. يعمل تخطيط مش كل ما يجي المحافظ. هو اعتقد بعد سياده يعني سياده الرئيس السيسي لما جاء، اعتقد ده هيبقى فيه اكتر، يعني هيبقى فيه شغل اكتر، لكن في ناحيه الشرق احنا محتاجين جوه بورسعيد. استاذ عادل، تخطيط جوه بورسعيد. استاذ عادل اقول لحضرتك على حاجه عشان برضو انا زعلت جدا وانا في السعوديه وانا بتفرج في الفضائيه المصريه على الفريق مميش. تمام. لما تيجي تعمل النهارده سياده الفريق مميش مؤتمر صحفي عن شرق التفريعه يتعمل في شرق التفريعه. تمام. ما يتعملش في مكتبك في اسماعيليه وانت قاعد في التكييف. ما يتعملش في اسماعيليه لان شرق التفريعه بورسعيد مش شرق التفريعه اسماعيليه. احنا محتاجين دعم لبورسعيد، محتاجين زيارات. حضرتك بورسعيد. بتعمل المؤتمر الصحفي في اسماعيليه على اي اساس؟ عشان مش عايز تيجي بورسعيد؟ هو عشان يا سيادة نقول إن يا هو استاذ المقر. عادل يا استاذ عادل يا استاذ عادل مفيش حاجه اسمها مقر. هو الافتتاح اللي سياده الرئيس ده هيفتحه فين؟ التطوير ده هيتعمل فين؟ معمول في شرق التفريعه. يعني حضرتك تيجي شرق التفريعه تعمل طيب مؤتمر. بورسعيد باذن الله. طيب خلينا عشان بس الوقت، عشان الوقت لسه نص ساعه ما جاش. المخرج بيقول الوقت بيجري، لكن خلينا في قطعه ارض الهدف. واحنا طبعا زي ما قلنا ونشدنا ما هو الهدف جواب تخصيص لمديريه شباب والرياضه. طبعا هم موظفين في الاخر لازم يامنوا طبعا اي موظف ثاني هيجي. في بقى عندهم في اخطاء بقى وفي حاجه في مثلا هم ما في بالنسبه للمكاتب اللي كانوا مفترض ان هم يخلوها، هل دي اخليت ولا لا؟ هل سياده المحافظ قال لهم بالشفوي كده ادوا للنادي المصري 5 غرف في المدرج الشرقي تمام. او البحري. الكلام ده بقاله فتره يعني. تمام. هم تقريبا ادوا لهم 3 اوض تقريبا. ادوا لهم 3 اوض. طيب موضوع شفهي برضه. شفهي مفيش ورق. استاذ عادل النهارده بلدنا بلد شهادات، بلد مستندات. بلد شهادات، بلد مستندات. تمام. لما انا اكون عايز اعمل حاجه وانا كراجل مسؤول بنفذ على طول على الورق. في خطه معموله لمحافظه بورسعيد على مدار 20 سنه. في محافظ جه من المحافظين اللي بيستلموا من بعض نفذ حاجه او مش على الخطه الموجوده؟ مفيش. اتحدى. طيب احنا الوقت بيجري مننا، احنا اتكلمنا عن مجموعه من الاراضي، لسه بقى يعني طبعا موضوع النادي الاجتماعي الفرعي بملعب السيد متولي التخطيط ليه مع وجود ارض الفنار. هل انت شايف ان في تغيير دلوقتي في الوقت الحالي؟ هم خلاص المجلس بدا يجيبوا مجسات وقاسوا الارض
وشغالين يعني، بدأوا يعملوا مجسات، بدأوا يعملوا رسومات. نفس الوضع برضو بالنسبه للارض الفنار، سياده الوزير بدأوا يعملوا رسومات. الدعم. بص، هم الجيش اللي هيعمل كل حاجه. هو وزاره الرياضه هتسند الارض الفنار للجيش، للقوات المسلحه. تمام. ونفس الوضع للملعب الفرعي اللي هو سيد متولي حاليا برضو للقوات المسلحه. الحمد لله. القوات المسلحه لو استلمت الاثنين دول مع الرسومات في خلال سنه ونص هتكون كل حاجه تمام. خد بال حضرتك. ما انا بقول لك ليه النهارده انا عايز اقول كلمه بس عشان ما حدش يفهمها غلط. انا مش هاممني فرقه الكوره الوقت، انا هاممني مستقبل البلد، مستقبل بورسعيد، مستقبل النادي المصري اللي هو اللي بيتعمل دلوقتي. الانشاءات، سره بورسعيد، الانشاءات، أو المحور، كرة القدم مع التوأم حسام وابراهيم. انا مش قلقان، عاملين فرقه بسم الله ما شاء الله، وربنا يزيدهم ماشيين كويس الحمد لله. دي ماشيين في اتجاه، ومجلس الاداره ماشي في اتجاه. طيب احنا عشان اتكلمنا في الانشاءات كتير، لكن طبعا الجمهور دايما بيبقى مستني اخبار الفريق الاول. يمكن سؤال وجهته للاستاذ سمير حلبيه، وهو تعاقدات شهر يناير. بص، ما انت لازم يكون معاك حد لازم تطلع تستفاد منه بحاجه. ودايما هو دايما بيسندها للجهاز الفني. ما هو اقول لحضرتك على حاجه، النهارده عندك سيد عبد العال، احمد رؤوف، واسلام صلاح. الثلاثه دول هو كلف ابراهيم حسن مدير الكوره ان هم يتولوا ملف التجديد. ونفس الوضع ملف لما قال لك برضو انا في يناير الجهاز الفني ما طلبش مني حاجه. تمام. خد بال حضرتك. بس في معلومه ان النهارده محمد ابو جبل مش عايز يجدد لنادي الزمالك. تمام. لانه خلاص عقده انتهى، وفي يناير يحق له الانتقال لاي نادي تاني. اعتقد برضو ان ممكن يكون في همسات وفي همهمه كده ان ممكن يكون في موجود محمد ابو جبل. اعتقد، انا ما اعرفش عشان ما بقاش برضو كذاب، ما اعرفش هل هيتم فعلا. انت شايف ان وجهه نظرك دي هتبقى صفقه كويسه في الوقت احنا محتاجين واحد زي محمد ابو جبل. خد بال حضرتك. محتاجين فرود جنب زي ما بيطلقوا عليه السفاح احمد رؤوف، المهاجم اللي من طراز فريد اللي انا بحبه بصراحه. ربنا يكرمه. اخد بالك. محتاجين فرود جنب منه برضه. محتاجين لعيب في نص الملعب يبقى تحت الفرادة، على الرغم اللي احنا عندنا احمد ياسر وعندنا محمد اشرف، عندنا النهارده برضو عشان برضو ما نهدمش حق حد، اللي ربنا يكرمه ويزيده وماشي بسم الله ما شاء الله عليه، محمد مجدي. خد بالك الناشئ اللي احنا بنتنبئ له بمستقبل عالي جدا، وهيبقى يعني من اللاعيبه من طراز فريد وصغير في السن، واعتقد انضمامه لمنتخب مصر هيبقى ان شاء الله عن قريب. البليه برضو يعني طارق العجمي برضو يمكن يعني كانت اول طلبه. انت كنت بتتكلم معايا بتقول لي بتسالني على موضوع طارق العجمي وانضم ازاي النادي المصري والكلام ده. بص، طارق البليه لعيب عالي جدا، ومع حسام ابراهيم بسم الله ما شاء الله عليه بقى لعيب يعني جايب جون في حرس الحدود، جون اوروبي. خد بالك. لما حضرت التدريب اول ما رجعت لا فكرنا بحسن شحاته وجده كده، اللي هو انزل هات جون يلا. وبعدين تملي في التدريب انا بشوف الكابتن حسام بيقول له بيشخط فيه، انت على ال 18 والكوره على رجلك الشمال ما بتشوطش ليه؟ قال له شوط والتمرير تمرير والباص باص. قال له هنا شوط. طارق العجمي الله يرحم والده كانت امنيه حياته انه يلعب في النادي المصري. وانا بالصدفه كنت عند اللي هو سماح قنديل نديله حقه برضه بما يرضي الله. كنا بنتكلم عن النادي المصري ونادي المريخ، وقلت له في لعيب في النادي المريخ اسمه طارق البليه، طارق العجمي، يا ريت تجيبه لنا ويبقى ده انت اللي جبته للنادي المصري. قال لي حكايته ان ده محتاجين 250,000 جنيه. كلمنا مرسي سرحان كتر خيره، نائب رئيس مجلس اداره نادي المريخ حاليا، راجل محترم. كلمناه وجبناه وقعد مع سياده المحافظ، وهو جاي قلنا له هات معاك الاستغنى بتاعته، وجاب الاستغنى وهو جاي على طول كده والله العظيم 3 جاب الاستغنى معاه وهو جاي وسلمها لسياده المحافظ، والمحافظ طلع له شيك فوري ب 250,000 جنيه وخد الاستغنى. كلمنا الاستاذ ياسر يحيى رئيس النادي المصري واحنا قاعدين في مكتب سماح مسهله عشان والده وخد الاستغنى والولد راح. النهارده حسام ابراهيم بسم الله ما شاء الله طوروه وبيصنفروا فيه، وهو لعيب عنده خامه كويسه ولاعيب كويس جدا. ومزيد من اكتشاف المواهب، يعني زي ما استاذ سمير حلبيه كان بيقول 4 من الناشئين كمان. عندك بص، احلى حاجه اللي عاجبني في الكابتن حسام ابراهيم في الجهاز ان هم بيلعبوا ان قطاع الناشئين، فرقه الامل، فرقه 18، فرقه 17، فرقه 16، بيشوف حسام ابراهيم عنده الجراءه اللي هو يلعب اي حد صغير زي ما عمل في نادي الزمالك قبل كده. وهيلعب يعني مصطفى علي لعيب كويس جدا 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 جدا، باك ليفت، اخد بالك، وجايب هدف في المباراه اللي فاتت في المباراه الوديه، وبرضه معتمد على احمد ايمن منصور مش ابننا من بره، بس برضه بدا الكابتن حسام يصنفر فيه ويعدل فيه، وبدا الولد يبقى ياخد وضعه. بصراحه اللي عاجبني كمان اسامه العزب
السنه دي بسم الله ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله. من ناحيه الشمال او ناحيه اليمين بيلعب جوكر او لو سيرد باك ماشي، ماشي كويس جدا جدا طيب جدا. احنا وقتنا بيجري بسرعه، لكن لازم اسالك كلمتك الاخيره هتوجهها لمين؟ كان جمهور، ان كان مسؤولين، ان كان من الجهاز الفني. اولا بس عشان برضو ما انساش حد من محمد اسامه، برضو لعيب برضو عشان ما اديله حقه، برضو لعيب ظاهر كويس جدا. محمود الغزالي، اسلام صلاح برضو بدا الحمد لله. يعني انت عايزني اوجه كلمه، انا عايز اوجه كلمه. الجمهور ده جمهور مثالي، انا ما شفت زيه. يعني انا ما شفتش جمهور بيشجع في عز البرد وعز الشتاء وفي صاله وفي ملعب هوكي وبالكميه دي، واللي مش موجود في الكميه دي موجود قدام المحلات، اللي موجود في التجاري، موجود في الحميدي، خد بالك، موجود في التلاتيني، موجود في اي مكان، في بيته قاعدين برضو، غير الكميه اللي موجوده في الشارع. دولت جمهور محترم، جمهور مساند، جمهور محب. عايز اقول لهم مفيش داعي، احنا مع المصري على الحلوه والمره، يعني مع فرقه النادي المصري على الحلوه والمره. سواء كسبنا لا قدر الله، خسرنا، تعادلنا، مفيش داعي ان احنا نطلع على التواصل الاجتماعي نغلط في اي لعيب او لعيب غلط، لانه مهما كان بيمثل النادي المصري. فده رجاء مني. الرجاء الثاني من المسؤولين، من محافظ بورسعيد. يا سياده اللواء، انا عارف ان انت راجل محترم وراجل نظيف، بس من فضلك قبل ما تخرج وتمشي وانت الوقت محافظ للبلد، اخدم النادي المصري قطعه ارض، امضينا على قطعه ارض في بور فؤاد او في بورسعيد. المره الجايه ان شاء الله تبقى معانا بشرى، وان شاء الله يكون مضاها. بشكر الاعلامي طارق هاشم محب لبورسعيد، وكل الجمهور زي ما كابتن طارق قال خلينا على الحلوه والمره مع النادي المصري. ويمكن طبعا كره القدم مكسب وتعادل وخساره، لكن اهم حاجه ان احنا عندنا قوام فريق كويس جدا، وما شاء الله احنا شايفين فورمه عاليه جدا لكل اللعيبه. وبالتوفيق للجهاز الفني ومجلس اداره. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله في المصراويه.